كان نفسي في يوم من الايام اقول ان انا معايا مدرب تكتيكيا محترم ومدرب كوتش واقف على الخط في قمة الاحترام، ولكن للأسف مستر بيريز وأعوانه ما بيحبوش المدربين المحترمين اللي بيلعبوا ككتلة تكتيكية. علشان كده تشابي ألونسو بنسبة كبيرة هيبقى باي من غير سلام بعد السوبر الأسباني. ما تيجي أحكي لك القصة واقول لك ليه بنسبة كبيرة نهاية حقبة تشابي ألونسو. قبل ما اخش في التاكتكس والحاكتكس والباكتكس والفاكتكس هرجع واقول لك مدرب خد معظم الرخص في اوروبا، مدرب عمل معجزة مع باير ليفركوزن، مدرب قادر بشوية عناصر غير معروفة يقلب الدوري الألماني يقلب الدوري الأوروبي، فبيعمل نتائج مبهرة وبنقول ده ليه كريدت عندنا من هو لعيب. فبالتالي بنقول له يا تشابي ألونسو تعالى هنحطك مدير فني لريال مدريد. ولكن بيتفاجئ تشابي ألونسو بعدد من شوية أشباه اللعيبة، ما اقدرش اقول عليهم لعيبة ما بتعرفش تضغط، لعيبة ما عندهاش مسؤولية، لعيبة بتقدر ان هي تنصفه شوية ولكن لسه جواها حتة البراند، ولعيبة هو بنفسه ظلمهم بالاتفاق مع رئيس النادي، ولعيبة هو مجبر عليهم ما يقدرش يخرجهم علشان خاطر حاجة واحدة بس، احنا جايبينهم بسعر عالي، هيقولوا علينا كخة، هيقولوا علينا عيب، هيقولوا علينا ان احنا بنشتريش صفقات. وتعالى اقول لك ايه الصح اللي كان المفروض يعمله تشابي الونسو وايه الصح اللي كان المفروض يعمله بيريز. قبل بداية السيزون مشي من عندك مودريتش، والسيزون اللي فات مشي من عندك كروس، فالحتة دي ما بقاش لها وجود عندك تماما، وقبلهم الكازي اللي خرج وما بقاش عندك اصلا ديفندر، وده اللي انت كنت باني عليه نص ملعبك في الفترة الذهبية. فجبت مكانه تشاوميكي ورجعت جولر من بلاي ميكر الحتة دي وهو مجبر على كده، وبلينجهام على حسب المزاج وعلى حسب الايه الزغلولة ما هي قايمة. حلو الكلام حلو الكلام. طب يا عم نجيب مدافع بيلعب برجله الشمال عشان خاطر يقدر ينقلني من ورا لقدام بدل ايه، بدل روديكر بتاع الضحك ده. لا يا عم ده روديكر بتاع اطلع لسان والكلام ده كله. طب إيه مستر اسينسيو ده نظام؟ لا ده راموس لايت بقى، انت فاهم قصد الكلام ده راموس لايت. فبالتالي تشابي الونسو بقى مجبر ان هو يلعب بثلاثة في خط الظهر علشان يعوض دين هايسن وكاريراس، اللي فعلا الصفقتين دول صفقتين تقدر تقول عليهم صفقات سوبر ستار لريال مدريد. ويا سلام لو كل الصفقات زي الاتنين دول، هايسن اللي بيخرج بالكرة من ورا لقدام، هايسن اللي بيقدر يكمل لحد الحتة دي وبيقدر يصنع فرص، هايسن اللي بيقدر يشوط لك في كل ماتش ما بين الشوطة او التانية، وهايسن في الثنائيات لعيب كويس، ممكن يكون عنده شوية تهور ولكن التهور ده كله جاي من ريال مدريد. تمام. هرجع اقول لك كاريراس اللي واحد من احسن 3 باكات شمال في العالم فغاب، واحنا اكتشفنا لعيب اسمه فالدي. فهل فالدي ده اللي هو طالع من الكاستيا انت ما تقدرش تديله شويه ماتشات؟ انا بالنسبه لي هو احسن من جارسيا واحسن من مندي، يعني مشي لي بقى الاثنين دول وخلي لي ده. فبالتالي انا لما شفت لعيب زي ده، لا لعيب بيعرف يلعب كوره. حلو الكلام. لما انا اجي اروح لقلب الدفاع، تشاوميني الجيم ده كويس بالنسبه له، جيم بيستقبل في اللعب، جيم هو بيحب الثنائيات بتاعته، جيم ظهره مش للملعب فمش هيعمل ترنات ولا هيلف، فبالتالي الجيم ده بالنسبه له كويس. حلو الكلام. ولكن برضو احنا بننكشف دفاعيا علشان ما عندناش اسلوب نقول عليه ده اسلوبنا الدفاعي. ممكن يكون هانز فليك عنده اسلوب دفاع بمسطة التسلل، ممكن يكون بينجح اوقات بيفشل اوقات، ولكن في حد ذاته فهو اسلوب لعب. هل انت عندك اسلوب لعب؟ بالفعل انا عندي اسلوب لعب، لكن ما عنديش العناصر اللي تقدر تطبقه. العناصر دي مش معتبراني مدرب، العناصر دي ما بتحبنيش لكون ان انا مدرب ملتزم تكتيكيا ومدرب ملتزم بره الملعب، وبقول لهم التزموا بره الملعب والتزموا جوه الملعب. لما اجي اروح للاثنين اللي قدام، انت متخيل ان في لعيب اسمه بلينجهام كان في بروسيا دورتموند، انا جايبه لعيب 8 فجاه بيتحول في خطه الدايموند للعبه دي وبيبقى هو راس المثلث، فبيخش كمهاجم تاني لكون ان هو بيعرف يحط الكره تحت رجليه، ولكون ان هو عنده 13 سنه بيلعب في كل مراكز في الملعب، فهو عنده وعي تكتيكي كبير جدا بكل مربع. ولكن للاسف رفعت الايد والبوستر بتاع اي والبوستر بتاع الالعاب والكلام ده كله وكله دماغه، فهو مش عايز يلعب مركز 8. ولكن انا بقول لك ده لو لعب مركز 8 هيودي في حته تاني. فانت متخيل ان انا بلعب بجولر وبلعب ببلينجهام الاثنين اللي على الدايره مكان مودريتش وكروس؟
مش منطقيه تماما خالص. حلو الكلام. لما هاجي اروح لحته الباك رايت، بص، في الكره الحديثه الباك اختلف تماما، وفالفيردي ده قادر يبقى واحد من احسن الباكات اللي جت في تاريخ الكوره. انت متخيل؟ لعيب بيعرف ينقل الملعب، لعيب بيعرف يغطي، لعيب دفاعيا قوي، لعيب بيقدر يخش في الحته دي كده عشان يشارك في عمليه البيلد اب. ولكن هرجع واقول لك حته البراند لسه جواه، فاللعيب عايز يقرب هنا او يلعب بالمنظر ده كده عشان يقدر يودي الصواريخ بتاعته، عشان يجيب اجوان، عشان القيمه التسويقيه بتاعته تزيد، علشان البراند بتاعه يعلى، علشان هو كابيتانو ريال مدريد مستر فالفيردي. ولكن انت مش كابيتانو ولا حاجه، الكابيتانو عمري ما شفت ولا هشوف كابيتانو زي راموس. هروح للحته اللي هفضل اقولها مرارا وتكرارا، هات لي مهاجم، مشي لي فينيسيوس، العب بمبابي، هو اللي شادو سترايكر وهاته من ورا لقدام عشان يجي يقطع القطعه دي كده ويحط لي في البعيده، صدقني هتقدر تكسر الدنيا وانت مش محتاج جناح. وهرجع واقول لك مبابي هو قلب ريال مدريد النابض. امبابي عايز يبقى زي كريستيانو، امبابي لعيب فعلا يتقال عليه لعيب كبير قوي، وهو ده مشروع ريال مدريد. بعد ما كنت بني المشروع على لعيب زي بلينجهام، ولكن باي باي بلينجهام. انت لو كنت مع بيب جوارديولا ما كنتش قدرت تعمل كده، لو كنت مع مدرب زي كلوب ما كنتش قدرت تعمل كده. ولكن انتوا كلكم اتجمعتوا على الراجل الغلبان، والراجل ده لما هيروح فرقة تاني ويكسر الدنيا انتوا كلكم هتتكشفوا، ومن قبل ما هو يمشي انتوا كلكم اتكشفتوا. وللاسف انا انتقادي هنا للمستر تشابي الونسو اللي مش كل حاجة عنده كويسة، لان هو عمل الغلط مع رودريجو، ورودريجو قدر في ماتش السيتي يجيب جون، وفي ماتش الافيز يجيب جون. فبالتالي رودريجو ده ما ينفعش يقعد دكه، رودريجو حطه لي بلاي ميكر هيلعب، رودريجو حطه لي مهاجم هيلعب، رودريجو حطه لي مكان فينيسيوس، وهات لي مبابي هنا وحط لي ماستنتونو هنا، والعب ب 3-4-3 او 4-3-3. صدقني الملعب هيبقى مستريح، محدش هيبقى شايف نفسه، الفرقه هتبقى بتلعب بكتله واحده. انا فينيسيوس جونيور ولا بقى بيرقص ولا بقى بيراوغ ولا بقى بيعمل فنتات ولا بقى بيعمل سرعات ولا بيعمل حاجه في التحولات ولا بيعمل اي حاجه. وحط على ده كله في عمليه الضغط بيتمشى، وبلينجهام بيتمشى، ومبابي بيضغط شويه وشويه لا. فانت في عمليه الضغط اللي هي اساس لعبه تشابي الونسو هي فاشله تماما بسبب اشباه اللعيبه. وبعت لي مبابي عن القصه دي لان مبابي قادر يعمل جيم قوي جدا. مبابي انا بالنسبه لي ذا بيست، ولو ما خدش ذا بيست هياخد البالون دور. وخساره موسم بالقوه دي يضيع عليه، وريال مدريد هتطلع 0 بطولات علشان صحاب متخاذلين، واللعيبه اللي معاه لعيبه متخاذله. فانا بالنسبه لي التشكيله اللي المفروض تبقى مظبوطه يا مستر تشابي الونسو، انا هطلع اول واحد فينيسيوس جونيور من التشكيله، وممكن العب ببلينجهام هنا والعب برودريجو وبلينجهام، تمام، العب برودريجو ومبابي وبلينجهام هم الثلاثه دول، تمام، وارجع بسيبايوس هو اللي على الدايره مع اردا جولر ومع تشاوميني، وايا كان بقى خط الدفاع او خط الضحك زي ما بنقول يفضل زي ما هو لحد ما دين هويسن يرجع، ولحد ما يجي صفقات يناير وتجيب لي مدافع بيلعب برجله الشمال. وساعتها انا ممكن قلبي يحن معاك شويه، ولكن لسه برضه هحتاج مركز 8. اخر حاجه عشان اختم بها الفيديو، كورتوا هيصد لك 30 كرة إعجازية، هيغلط في 5 سنين غلطتين 2. هو ده كورتوا اللي لولا كان زمان ريال مدريد في ال4 سنين الأخر أو الحقبة الأخيرة بلا بطولات، لأن ده واحد من التوب 10 اللي في التاريخ. بعد ما تعمل اللايك، تعمل اشتراك، واعمل يا عم سبسكرايب وفعل الجرس، اكتب لي رأيك في الكومنتات. هل الحلقة عجبتك ولا الحلقة ما عجبتكش؟ ده اللي أنا هستناه منك يا حبيب قلبي في الكومنتات.